سلمي درش. عامل ايه يا سلمي؟ انا سعيد ليه؟ عشان الزمالك. ماله الزمالك؟ ماله الزمالك يا جدع؟ انت ايه الكلام ده؟ لا والله العظيم يا اخي، الحمد لله انا نسيت هزيمه البيراميدز خلاص. انت خلاص الزمالك فرحنا امبارح، الاهلي زعلنا والزمالك يفرحنا. الزمالك قدام دجله اه واحنا اللي شغالين بالنا بالاهلي، ها؟ اه. ويا ريت نركز في الزمالك اكتر ها ماشي. ايه اللي حصل يا ابني؟ ما فيش يا الماتش كان في حادثة. متناول جدا. حصلت حادثه والله العظيم لا لا، ماتش حادثه. الماتش كان في متناول جدا جدا. انا مش عايز الزمالك فعلا بيفقد نقط بطريقه غريبه جدا. ده اللي حصل السنه اللي فاتت برضه، كام تعادل اللي هو تعادل في الاخر ده كان زمانه في المنافسه اصلا مع بيراميدز والاهلي، وكان ممكن هو بقى اكتر منهم نقط كمان. المفروض بقى مش عارف ايه اللي حصل. خسر ماتشات مش متوقعه زي ماتش وتعادل 3 عضلات ورا بعض السنه اللي فاتت ضيعوه. صح هو اصلا كان لسه في المنافسه. صح. بقى مره واحده الزمالك بيبعد عن المنافسه ذاتيا. هو الزمالك بيقرر ان انا هبعد عن المنافسه، صح كده؟ صح كده. اولا الماتش بتاع امبارح احنا اخر حاجه قلناها ايه؟ قلنا قبل كده كان الاهلي بيتعثر الزمالك بيتعثر لما الزمالك المره دي يغير. احنا مع المحل الحوار راح كسبان. وامبارح قلت لك ايه؟ لا الزمالك هيكسب. بس انا حلفت لك ان احنا هنخسر. انت قلت لي هنكسب في اخر الفيديو قلت لك اتفرج والله لا اخسر لك النهارده. قلت لي كده مش انت تعادلت وخسرت؟ والله لا تعادل لك النهارده، لا تخسر لك النهارده. الزمالك عكس الاهلي في الحاجات ما الاهلي فعلا ما بيفوتش فرص. الاهلي يعني السنه اللي فاتت بيراميدز تعادل مع فاركو، اتغلب من فاركو يكسب على طول. تعادل مع البنك الاهلي يكسب على طول وخد الدوري. ده الفرق بيننا وبينكم على مدار التاريخ. عشان كده لما انا بسمع ان حد زملكاوي اللي هو الدوري بينتهي مع اخر اسبوع، انا لما بسمع ان زملكاوي بيقعد ماسك في الحجه بتاعت ان الاهلي بيتجامل الاهلي بيتخدم. لا لا لا. طب يا باشا انت الماتش بتاع امبارح، مين اللي قال لك ما تاخدوش؟ كان زمالك اول دلوقتي. الماتش في المتناول جدا. احنا جبنا جون في اول 10 دقايق وبعدين ما فيش زمالك. بعدين ما فيش زمالك. انت الماتش ده انا قلت احنا داخلين على الخمسه والسته والزمالك بيدي انذار لكل الفرق ان الزمالك عنده خط هجوم قوي. بس انا عجبني قوي محمد الشيخ بصراحه، المدرب بتاع وادي دجله دوت اضافه. المدرب ده كويس جدا جدا. امبارح عمل ماتش، هو عارف يلعب الزمالك ازاي. لا مش عارف يلعب الزمالك ضغط عالي لحد اخر ثانيه، حتى هو كسبان ضغط عالي برضه. هو الزمالك ما بيلعبش يا احمد، الزمالك ما بيلعبش. عارف لو انا شفت ان الزمالك بيلعب مثلا وهو اللي محجمنا وهو اللي بيهاجم هو اللي كده، لا انت الزمالك والله العظيم انت كل لعيب في مركزه لوحده. امبارح في تقييمات الاهلي كنت قاسي جدا. قيم لي بقى الزمالك. انت اكتر لعيب في الاهلي امبارح خد كام؟ مفيش حد خد غير 6، خدها اليو ديانج عشان انت بتحبه، صح كده؟ لا وعشان الامانه عشان مستواه هو كان الوحيد اللي كان بيلعب في الاهلي. ماشي صح كده؟ يونك فييرا. لا قول لي الاول تشكيل الزمالك. تشكيل محمد صبحي حلو. امبارح والله العظيم الجونين ما يسالش عنهم خالص، مش موضوعه. اديله كام؟ اديله 4. ماشي. عمر جابر 1. الونش 0. حسام عبد المجيد 0. بنتايك 1. سيف جعفر. هو المركز مش مركزه، والمدرب لعبه 6 وهو راجل عمره ما لعب 6. بس حتى لما تلعب 6 مش مهم تعمل واجبات المركز بتاعك. انت لعيب في نادي الزمالك والمفروض لعيب كبير تعمل مواصفات لعيب الكوره. حتى ده هو ليه هو لعبه 6 حتى لما نزل فتوح لعبه 6 برضه. هو انت ما عندكش 6 اليوم؟ هو دونجا وشحاته الاثنين بره، مش في القايمه اصلا. مش في القايمه. طب ليه بقى؟ بسبب ايه؟ مش تقريبا الاثنين اصابه. ده دونجا متاخد المنتخب. دونجا حسام حسن ما شاء الله عليه بيحب دونجا قوي. لما بدا يبقى فير خد دونجا. واخد دونجا في المنتخب. البس يا باشا البس اللي ياخد دونجا يلبس. يعني سيف كام؟ 1. عبد الله سعيد 1. ناصر ماهر صاحب الهدف 0. صاحب الهدف 0. لانه امبارح في كام كوره كان يقدر يخلص بيهم الماتش. هو السبب الرئيسي ان الزمالك يطلع امبارح مغلوب. يعني في كورتين لو عملهم انت ركبت الجيم في النتيجه وخلاص تبدا بقى تعمل تيجي طاقه براحتك. لكن امبارح اللي شد الماتش فرص ضايعه السبب الرئيسي فيها كان ناصر ماهر. اخوان قال فينا 1. ما ظهرش امبارح. ما ظهرش خالص. ما قدرش يضيف حاجه رغم انه لعب 90 دقيقه. مش اللاعب اللي هو مثلا بمهاراته ديت يبقى عنده حل او حاجه. مش عنده حل. الفريق امبارح فريق الزمالك امبارح الفيشه بتاعته متشاله. عشان كده انا مفيش حاجه فنيه قادر تقولها. يعني عارف لو في جمله ما اكتملتش، لو في حاجه اللعيبه ما توفقتش فيها،
كنت تتكلم، لكن امبارح الزمالك مش موجود. مصطفى انت فير قوي مش موجود بجد، انا مبسوط منك، انت فير جدا جدا والله بجد. لا الزملكاويه كلهم كده. وعدي الدباغ ما تزعلنيش. على يعني انا اللعيب ده غالي عندي وما اعرفش ليه، بس انا بشوف ان لو بيلعب لو مدرب بيلعب هجوم اشرس من كده، عدي الدباغ ده كان ظهر بصوره تانية. انا متاسف ان اديك زيرو صراحه. شيكو بنزا زيرو كبير، زيرو كبير. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش هو اصلا جاي، انا ما اعرفش ايه اللي حاصل له. لعيب واضح ان امكانياته جامده، ليه بيعمل كده انا ما اعرفش. بس هو ده برضو حاجه تقول لك احنا كنا تايهين اول ما جبناه، ليه اللعيب ده في 6 سنين راح 13 نادي؟ ادينا عرفنا. أيوه. عرفنا السبب. احمد فتوح لما نزل صفر كبير. ادم كايد صفر كبير. احمد مجدي صفر طبعا. وناصر منسي. يعني انا بصراحه بشجع ناصر منسي على انه دايما هو ليه ما بيبداش بيه؟ في عز ما الفريق فيشته متشاله، يعني هو الوحيد اللي بيجري وبيعمل مجهود. ممكن يبدا بيه ويقعد زي الدباغ ويعكس لا هو احنا محتاجين سيف الجزيري يرجع. هو انا مش هيلعب يعمل حركه، لكن هو هيضيعه. انا مش بقول لك ان هو عالمي، بس على الاقل عدي الدباغ يحس ان في فروه تقيل بينافسه. صح جدا. هي دي الفكره. اللعيب عندي وبديله عقده، اطلعه بره الفرقه ليه؟ ما استفادش بيه ليه؟ زيرو. ماشي يا عم، بعدين بقى في توقف دولي بقى، ونشوف بقى الزمالك يظبط اوراقه، والاهلي بقى ان شاء الله برضه، وبعد العوده بقى تلاقي الدوري يبقى احسن. الزمالك عشان يظبط اوراقه اول حاجه لازم يعملها يمشي المدير الفني. بسم الله الرحمن الرحيم كده يعمل زي ما عمل الاهلي. بس الاهلي يعني احنا ادينا فرص كتير للمدرب بتاعنا، ده يعتبر ده اول سقوط. لا في ماتش بتاع المقاولين. بص اقول لك على حاجه يا احمد، انا بالنسبه لي اللي مسؤول عن فريق الكوره اللي قدامي ده بيبقى المدير الفني. الفريق ادى وبقى تمام، المدير الفني ياخد حقه. ايوه. لما يحصل العكس برضه ياخد حقه. صحيح. احنا لعيبه اولا لا عندها انتماء للتيشيرت اللي لابساه، مش فاهمه ولا مستوعبه ان في جمهور وراها دمه بيتحرق بيناموا. او انا عايز اقول حاجه بس لعيبه الزمالك، انت عارف ان جمهور الزمالك انت في ايدك تنيمه مبسوط وفي ايدك تنيمه زعلان. انت مش مدرك ده. ماتش زي امبارح ياكد لكل الجمهور ان انتوا لعيبه مش مدركين ده. انتوا لعيبه بتنزل الملعب واخده نجوميه واخده شهره مننا طبعا مش من حاجه تاني طبعا. لما تيجي تنزل الملعب انا عايز اشوفك بتعمل حاجه عشاني، زي ما انا بعمل عشانك على السوشيال ميديا، زي ما انا بعمل عشانك وبجي لك الاستاد، زي ما انا بهتم باخبارك، زي ما انت لما بيحصل لك مشكله انا الجمهور عامه يعني اول ناس بتلاقيهم مساند في ظهرك، الدرع بتاعك. طبعا. انت لو عندك، انا اسف يعني، لو عندك خناقه في البيت انت ممكن الجمهور يجي يحلها لك. فانت حس بالجمهور، ما تبقاش نازل بالبرود ده. ما تلعبش في نادي كبير، العب في انديه الشركات احسن.